فاس مكناس يقدم درع الدورة عربون المحبة وتذكار للسيد رئيس جامعة سيدي محمد بن عبد الله أحد المشاركين الرسميين في فعاليات هذا الحدث وهذا العرس. في أولى نسخ 10 كيلومترات باب إلى باب السيد ولي جهة فاس مكناس بحضور شخصي وزن يمنح اللقب للمتوج بباكورة سباقات 10 كيلومترات هنا بفاس. اليوم اللي عرفت السباق اللي انطلق هذا الصباح ديال 29 مارس ديال 10 كيلومتر بالاسم ديالو من باب الى باب، عرف المشاركه ديال اكثر من 2000 عداء وعداءه لفئات الصغار والفئات الكبار، وحنا جيت سعيد بهذه المشاركه الاولى وتحطيم واحد التوقيت جيد في المسافات ديال 10 كيلومتر بالنسبه للذكور. بالنسبه للاناث 33 هذا توقيت جيد اللي كيشجعنا على ان بحال هذه السباقات يكون توقيت فهو جيد من ناحيه هومولوجي من طرف الجامعه الملكيه المغربيه لالعاب القوى تحت المراقبات ديال المنشطات. كاين عدائين اللي هما اليوم اللي ربحوا فهما كيدوزوا الاختبارات ديال المنشطات، وهذه اللي كنحثوا عليها باش اي مشارك فاز الا وكيكون واحد الكونترول ديال الدوباج اللي كان ذاك الريزلتا كيتاكتيفا بها بانه ما عنده حتى شي حاجه اللي كيجينا الجواب ديالو من بعد 15 يوم. شكرا. كنشجع جميع النساء يشاركوا، صغار كبار اطفال رجال جميع انواع الفئات لاجل صحه جيده. ضروري من التضحيه ضروري. الحمد لله هي الصعوبات ولكن مع التحدي الحمد لله. واش هذه المشاركه ديالكم الاولى في الماراثون؟ لا زينا و الحمد لله على كل شيء، ما مدرباش هي العماش يعني حتى المسؤولين اللي يبنوا هذا النهائي ديال الرياضه من الاوائل تعليمات ديال موقف الشباب راسنا المعيد هو الشباب، لان الصعيد ديال الشباب هو المغرب يعني هو ديال المغرب. فهنيئا بهذا اللقاء، هنيئا برمجه تحت باب وجود هذه السنين وعنا تنمو بها وتنهضى المسؤولين اللي حلوا اولا باب الانسولين. وعنا اليوم هذا اللقاء اليوم من باب الباب، يعني باب معروفه بالابواب ديالها، يعني الاطوار ديال القرن الثاني عشر والمدينه ديال التاسية اللي افتتحها المولى ادريس الثاني، واللي هي مدينه قديمه عتيقه معروفه مشهوره عالميا يعني اقدم جامعه. واليوم هو اعتبار لفاس اللي كانت فاس والكل فاس، واليوم هي رجعت فاس والكل فاس. وشكرا لكنا ولكم على هذه الصفات اللي عاطين يعني هذه الرياضه. ومره اخرى كنشكروا يعني المنسقين العاملين والناس اللي ينظموا المنظمين هذا اللقاء اللي هو جد مهم.